مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. طبعا مباراة الزمالك لسه منتهية من شوية مع نادي بيراميدز، المباراة اللي بصراحة تشوبها شبهات بالتفويض بشكل كبير جدا جدا جدا. هنتكلم مع بعض عن تفاصيل المباراة، وبرضه هنتكلم عن تفاصيل مسابقة كاس العالم للأندية. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان توصلك تفاصيل المسابقة اللي هتبتدي يوم 1/6 لغاية 13/6. فهيكون قدامك اسبوعين بس ان انت تصوت مسابقه ال 4000 دولار، وهتتوقع نتائج الاهلي في كاس العالم. في ناس بتتوقع من دلوقتي، لكن بقول لكم اصبروا لان لسه التصويت ما بداش، وان شاء الله يكون ليك نصيب ان انت تكسب معانا في مسابقه كاس العالم للانديه. نروح على طول لماتش الزمالك وبيراميدز. بصراحه اللي بشوف ان هو ماتش فضيحه. يعني انا مش بتكلم بانتماء ولا اي حاجه، لكن لو انت اتفرجت على المباراه هتلاقي ان الاداء من الفريقين كانك بتلعب ماتش اعتزال. ده حتى ماتش الاعتزال بيكون فيه منافسه عن كده. بصراحه اسلوب اللي اتعمل بيه المباراه ده، وما اعرفش دي بقى تعليمات من الاداره ولا هي اصلا جايه من اللعيبه، لان اللعيبه برضو بتتابع السوشيال ميديا وبتتابع اللي الناس بتقوله على السوشيال ميديا. وانا تابعت الفتره اللي فاتت دي جماهير الزمالك كانت بتضغط على اللعيبه وعلى المدرب ان هو ما يلعبش بجديه في مباراه بيراميدز. وبصراحه مستغرب جدا من معلق المباراه، ومستغرب جدا من الجمهور اللي في الملعب، ومستغرب جدا من اللعيبه. تحس ان كل الناس بيمثلوا ان هم مصدقين ان المباراه فعلا فيها نديه، والمباراه بتتلعب بشكل حماسي وبشكل رجولي. لكن بصراحه يا جماعه اللي بيحصل ده انا بشوفه ده يعتبر تلاعب، بيعتبر تلاعب في النتائج. ولكن المشكله في موضوع ان انت تسيب الماتش، الفريق ده عمره ما هيتثبت الا لو حد اعترف ان في تسريب للمباراه. وطبعا كلنا فاكرين، لكن الحاجات دي ما بتتنسيش، هي دي المشكله، والحاجات دي بتفضل في الذاكره. وانا بصراحه مستغرب ان نادي الزمالك، فريق بحجم نادي الزمالك، ان هو يعمل مباراه بالشكل ده. بيراميدز في اخر 6 ماتشات في الدوري ما خسرش او ما كسبش الا فريقين، حرس الحدود وكسبه في اخر دقيقه، ونادي الزمالك. وبصراحه ماتش ولا اسوأ من كده. نادي الزمالك خسران وبيضيع وقت، نادي الزمالك خسران وما عندوش الحماس، نادي الزمالك خسران وبيلعب ورا. الشوط الاول تقريبا ما عداش نص الملعب الا في كره واحده. يعني شكل سيء جدا جدا، ومحدش متوقع بصراحه. يعني في ناس كانت بتتكلم، حتى مجلس الاداره لهجته كانت بتبين ان هيحصل حاجه في ماتش بيراميدز. لكن للاسف بصراحه مشهد سيء للغايه. كلنا بنتذكر طبعا الماتشات اللي حصل فيها تفويت في التاريخ لغايه دلوقتي. يعني انت لو هتتفرج على ماتش مثلا الدنمارك والسويد في يورو 2004، لما كانت ايطاليا خايفه ان الاثنين يتعادلوا 2-2، لان ده كانت النتيجه الوحيده اللي تاهلهم الاثنين وتطلع ايطاليا. وفعلا حصلت النتيجه دي، لكن هم عملوها بشكل احترافي برضه، بالرغم ان كان في تفويض لكن عملوها بشكل احترافي. وتحس ان الماتش فيه حماس وفيه يعني قتال، وفي الاخر اتعادلوا 2-2 بالنتيجه الوحيده اللي كانت تخرج ايطاليا. النهارده الزمالك عملها بس بشكل بلدي، الشكل بقى بتاعنا، يعني عملها بطريقه الكره المصريه. المباراه بصراحه يعني تحس ان انت لو سبتها ونمت وصحيت بعد 10 ساعات هتفضل هي نفس النتيجه. يعني بصراحه اداء ولا اسوأ. وانا مش عارف المعلق عمال بيقول تشويق واثاره، والاثاره قلت ومش قلت. انت يعني لو انت بتعمل اثاره او بتعمل، يعني زي ما بيقولوا بتحاول كده تحمس الناس ان هي تتفرج وان هي تتشد مع الماتش، فده بصراحه تعليق خاطئ جدا. لان لو انت اتفرجت على تعليق بره وماتش بهذا الاسلوب وبهذا الشكل وبهذا الروتين البطيء جدا 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 او الريتم البطيء جدا جدا، مش هتلاقي التعليق بالشكل ده. بصراحه الواحد مش عارف حتى يعني يحلل الماتش فنيا. ما ينفعش ان انت تحلل الماتش فنيا. عواد النهارده بيعمل كوارث وكانه مش عارف يكسب رضا الجمهور بادائه الكويس، فقال لك بقى خلاص يعني اكسبه ان انا اخسر النهارده الزمالك عشان جمهور الزمالك يبقى مبسوط مني وفرحان مني. انا ما اعرفش، يعني لو انت جون دولي وبتتعامل بالطريقه دي، وان انت تدي، يعني لو عيل صغير في الناشئين عنده 12 13 سنه مش هيدي المهاجم الكره بالشكل ده. وعمل واحده بعديها بنفس الموضوع، وعمل خطا تاني في الشوط الثاني. فعواد بصراحه يعني باع ارضه زي ما بيقولوا كده. فمعرفش، الواحد بصراحه مستغرب من هذا الاداء اللي قدم بيه نادي الزمالك، ولكن مش مستغرب بسبب اللهجه اللي كان بيشوف عليها الجماهير الفتره اللي فاتت دي.
وبرضه لهجه مجلس الاداره. فالموضوع بصراحه انا بحسه انه في المستقبل هيبقى وصمه، مش عايز اقول يعني وصمه عار، لكن يعني في شكوك بشكل كبير جدا ان الزمالك النهارده قام بتفويت المباراه. وكلنا فاكرين لما حازم امام قال قبل كده لما الزمالك كان بيلعب الاسماعيلي لو كنا كسبنا الاسماعيلي كان الاهلي هياخد الدوري، فقال لك انا يعني ايه اللي هيخليني اتحمس والعب ومش عارف ايه عشان المنافس بتاعي هو اللي يفوز بالدوري. ولكن يا كابتن حازم او اي حد بيمشي بهذا المبدأ، المشكله ان التاريخ اثبت ان بعد كده النادي ده ما بيفوزش وبيحصل له نكسه كبيره جدا جدا، او المنتخب ده بيحصل له مشكله كبيره لان ما بيفوزش بالبطوله بعد كده. فدي مشكله كبيره، وانت بتعود اللعيبه على اسلوب غريب جدا جدا. كلنا فاكرين الزمالك السنه اللي فاتت ما لعبش بهذا الشكل قدام بيراميدز، وكل الناس بتقول ان الزمالك كعبه عالي على بيراميدز، لكن اللي شفناه النهارده ان الزمالك مش عايز يلعب. دي حقيقه انا شايفها، والناس ليها هي الحكم ان هي تحكم على المباراه اللي شافتها النهارده. نروح بقى على النادي الاهلي، لان انا بصراحه مفيش حاجه اقدر اوصفها النهارده في الماتش بتاع الزمالك وبيراميدز غير كده. نروح بسرعه على مدرب النادي الاهلي هوزيه ريفيرو. طبعا اللي فيه دلوقتي اقاويل عليه، واللي فيه الناس عماله كده يعني شد وجذب زي ما بيقولوا، في ناس موافقه وفي ناس مش عايزه. انا بصراحه بشوفها ان دي مغامره من مجلس اداره النادي الاهلي. هل هي محسوبه ولا لا؟ هنعرف. ان انت تجيب مدرب مش اسم ومحققش بطولات كتيره مع انديه كبيره، دي مغامره من النادي الاهلي. مش معنى ان هو عارف الكره الافريقيه وان هو عارف الاهلي يبقى انا كده خلاص ان المدرب ده لازم اجيبه، لا. انا بصراحه بشوف ان ده تفكير خاطئ، الا لو اثبت المدرب العكس. لو المدرب ده مش معنى ان المدرب ينجح سنه، لا، انا عايز المدرب ده يقعد لي سنتين ثلاثه. ودي النقطه الوحيده الايجابيه لفوزيه ريفيرا، ان هو فعلا قعد مع كل فريق دربه في حدود تقريبا 3 سنوات، وده المعدل بتاعه. فانا دي النقطه الوحيده الايجابيه اللي بشوفها مع الراجل، برضه بالاضافه اللي هو بيلعب بشكل هجومي في توازن دفاعي شويه. لكن هنشوف هيعمل ايه في الفتره اللي جايه. انا بصراحه خايف ان دي مخاطره جدا في كاس العالم للانديه ان انا اجيب مدرب. لو هو الموضوع السعر هو السبب اللي خلى مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يختار مدرب، يبقى دي بصراحه يعني تفكير واسترخاص وتفكير خاطئ جدا، لان انت البطولات بتجيب لك فلوس كتير. فاتمنى ان مجلس اداره النادي الاهلي يكون فكر كويس قبل التعاقد مع المدرب، علشان لو المدرب ده فشل مش هيتحمل نتيجه الفشل ده الا مجلس الاداره. وطبعا لو كسب المدرب ده وحقق نتائج كويسه في كاس العالم للانديه، مجلس الاداره برضه هو اللي هيتحسب له هذا الانجاز. لان انا لما باخد الريسك يبقى انا اللي هاخد كل الفوز، او يعني كل يعني الشكر ان انا اللي عملت الريسك ده، ولو فشل يبقى انا برضو اللي لازم الام ان انا خدت الريسك ده. وبصراحه انا بستغرب من الناس والاعلاميين اللي بيقعدوا يتكلموا عن راتب المدرب وراتب اللعيب. يا عم انا مالي، انا دلوقتي بشجع فريق، انا مالي المدرب ده بياخد كام ولا اللاعب ده بياخد كام؟ انا في النهايه عايز الفريق ده ياخد بطولات. لكن انا ما بشوفش اي حته في العالم او اي فريق في العالم الجماهير والاعلاميين بيقعدوا يتكلموا عن راتب المدرب ده كذا، راتب المدرب ده كذا، ويقعدوا يتناقشوا في هذا الموضوع. انا مالي، انا في النهايه عايز مدرب كويس، ان شاء الله تدفع له بقى 10 مليون دولار، انا ماليش دعوه. هو لو دلوقتي الاهلي ادى المدرب ده 1.5 مليون دولار اقل ما كان بيدي كولر، هل مثلا فرق الفلوس ده هيديه للجماهير مثلا ولا هيديه للناس؟ ما فيش فرق. انا بالنسبه لي كمشجع ما فيش فرق. فانا اهم حاجه عندي المدرب يبقى كويس، اهم حاجه عندي المدرب ده يكسب بطولات. يعني اتمنى ان يكون النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي فكر بشكل جيد، علشان كاس العالم للانديه دي هتبقى حدث مهم جدا جدا. احنا هنغطي كاس العالم ان شاء الله من الملاعب، وهنعمل لكم حلقات في الاسابيع اللي جايه قبل كاس العالم من استادات كاس العالم للانديه. واستنونا علشان تعرفوا كل التفاصيل. ما تنسوش المسابقه اللي هتبتدي يوم 1/6 علشان يكون ليك نصيب ان انت تكسب معانا ان شاء الله. واستنونا في حلقه جديده في الكوره معاكم، وهنطلع معاكم لايف الحلقه الجايه او الاسبوع الجاي ان شاء الله. استنونا في حلقه جديده.